السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبايا، موضوعنا اليوم كتير مهم. طبعا هو عندي موضوعين. أول موضوع هو رح نحكي عن تغطية الشيب تغطية مثالية. تاني موضوع هو مفاجأتي لكم إن شاء الله رح تشوفوها بنهاية الفيديو. صبايا، غالبية المحترفات أو الأخصائيات بالصوالين أو ستات البيوت بيعانوا من مشكلة عدم تغطية الشيب تغطية مثالية، وخاصة للألوان الفاتحة اللي هي بتبتدئ من 8 9 10. بيكون ال8 أشقر فاتح، ال9 أشقر فاتح جدا، ال10 أشقر فاتح جدا جدا. ولحتى نعرف لون اللون الزبون اللي حاطط على شعره اي لون او اي درجه او اي رقم، لازم نجيب الكتالوج ونحطه جنب شعر الزبونه ونقارن اللون مع لون الكتالوج، وبهالحاله بنعرف لون شعر الزبونه. صبايا، نحن حطينا الكتالوج ولقينا شعر الزبونه لون شعره 9. مباشرة ما بنجيب الرقم ال9، لا بنجيب مباشرة 9.01. ليش؟ لأنه الزيرو هون دعم لي اللون 9، لأنه أنا بدي لون مدعم قوي جدا ومركز كتير لحتى يغطي لي الشيب. إذا كان لون مو مدعم ما راح أحصل على تغطية مثالية. والرقم 1 هو الانعكاس الرمادي. الانعكاس الرمادي ليش أنا بحتاجه صبايا؟ لأنه نحن بنعرف الألوان الأشقرات 8 9 10 لازم يضرب لنا على نحاسي أو هيك نقزة ذهبي بس ما حلوة، أو نقزة نحاسي ما حلوة. فأنا دائما بختار في حالة الأشقرات الفواتح بختار الانعكاس 1. بالمقابل رأسا بختار معه مباشرة رقم خاص، وهذا هو السر في تغطية الشيب تغطية مثالية. ونفس الرقم، يعني نحن اخترنا 9 بنختار 9، اخترنا 8 بنختار 8، وهكذا. ولكن اللي بيختلف ايش؟ الانعكاسات اللي بتختلف. يعني نحن اخترنا 9.01 نحن بنختار 9.00. شايفين هون لانه انا هونيك اخترت ال9، هون كمان بختار 9. طيب لنفترض الزبون الشعر رقمه 8 بختار 8.01. تمام. الرقم المقابل له 8.00، وهكذا صبايا على كل الارقام. تمام. ال00 او اذا قدرتوا تحصلوا على 000 بيكون افضل. ومفاجأتي لكم هو صبايا انه استخدام زيت عصا موسى السحري للصبغات. صبايا جربوها رح ترتاحوا كتير، لانه عادة الصبغة بتعمل حكة واحمرار وحرقان على الفروة، ولكن اذا استخدموا حتى لو كانت الاكسجين عياره كان مهما كان عالي ما رح نحس بطبعا الحرقان. جربوها كتير كتير رح تلاقوا بديل رائع رائع للأولابليكس. بل بالعكس الأولابليكس بنشف الشعر، الزيت عصا موسى بيرطب الشعر والفروة. طبعا الأكسجين هون أنا عندي اخترت عيار 30، وهلا عم بخلط بشكل جيد ورح نصبغ. وتابعوني بالجزء